السلام عليكم. عم زينهم بيحييكم في زينهم في الترند. طبعا مصر طول عمرها ولاده العناتيل، وبالذات في الفتره الاخيره. والعنتيل ده عباره عن شخص مريض حيحان عنده طاقه جنسيه كبيره، لدرجه لو شاف كلبه ماشيه في الشارع مش هيسيبها غير لما يمارس معاها الرذيله. والعنتيل ده بيعرف بألاعيبه ولسانه يضحك على الستات اللي هم مش محترمه وما تعرفش بربع جنيه تربيه، لان الست الحره هتفضل حره حتى لو هتموت من الجوع. المهم العنتيل ده بيضحك على الستات لحد ما يمارس معاهم الرذيله، وكمان بيصوروا. وشوفنا كتير من ده زي عنتيل المحله، عنتيل البحيره، عنتيل السيما خالد يوسف. علشان اليومين دول يظهر عنتيل جديد اسمه عنتيل مدينه نصر. طب مين عنتيل مدينه نصر ده وايه حكايته؟ انا اقول لك، ده عباره عن دكتور صيدلي متدين جدا جدا، لدرجه انه لما اتجوز مراته خلاها اتنقبت وقطعت اهلها. قال ايه؟ عشان اهلها مش متدينين. وانه جه فتره عليه كان منضم للجماعه، والناس كلها كانت بتشهد باخلاقه وبتشهد انه دايما كان بيساعد الفقير. فعشان كده كان دايما يحب يفتح الصيدليات بتاعته في الحتت الفقيره زي الخصوص وعزبه الهجان، عشان طبعا يستغل فقرهم وجهلهم ويقدر يمارس الرذيله معاهم براحته. لحد ما جه في يوم وكان سايب اللابتوب بتاعه في البيت، راح جه ابنه الكبير فتح اللابتوب من غير ما ابوه يعرف، عشان يلاقي كميه فيديوهات اباحيه لابوه مع ستات جوه المخزن بتاع الصيدليه. وخد عندك بقى ستات متجوزه، على ستات حوامل، على مطلقات، على بنات قصر، لدرجه ان في بنات من العيله عنده مسلموش منه. يخرب بيت امك، ده ايه الحيحانه اللي انت فيها دي؟ هنا بقى عرفنا معنى المثل اللي بيقول ان كبر ابنك خويه، عشان المواقف اللي زي دي. لان الواد اول ما شاف الفيديوهات راح جري وراح نادم امه الست المحترمه. وهتعرفوا ليه انا بقول عليها محترمه. قال لها بص يا ماما، بص بابا الراجل الطيب المتدين المحترم بيعمل ايه، عشان تتفاجئ بالملاك الطاهر اللي معاشراه بقالها 20 سنه وبتحلف باخلاقه انه طلع شيطان. تقوم تعمل ايه؟ تقوم تاخد الفيديوهات على فلاشه وتطلع المحاميه بتاعتها ويروحوا يعملوا بلاغ في اسم مدينه نصر. عشان كده سموه عنتيل مدينه نصر. وطبعا الشرطه اتحركت بعد البلاغ وقبض على الصيدلي. هنا بقى اسالكوا سؤال، انتوا شايفين رد فعل الزوجه ده صح ولا غلط؟ وهل صح ان هي بلغت عليه ولا كانت مفروض تستر عليه وتداري؟ اقول لكم على حاجه كمان سديتوا نفسي. طب والله العظيم تاني ما انا مكمل الفيديو. سلام.